دخلهم على العش. دخل يلا. طلع كله طلع كله. بس علق معايا بقى على العش. علق معايا على العش. سيب دول في الاخر، دول هيدخلوا، دول ما بيجروش ولا بيتنططوا. هات اللي بره ده اهو. لا 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 هنا لا. خد اصبر. في ايه يا ابني؟ اهدوا بالراحة بالراحة. بالراحة. هذا من الناحية الثانية. بالراحة يا محمد، بالراحة على الفراخ يا ولاد. ما شاء الله ده ايه حشومك. طب هو بس لو نقرنا انا. لا خليه بعيد بعيد. شيل امسكي. لا مش عايزة امسك. يلا كملوا تنظيف السطح يلا. دي بتاعت الجرادة. ماشي. روتين تنظيف السطح مع ازالة الفراخ وشيل الفراخ من مكانها. دي فرخة راقدة على البيض، يا رب تطلع بس. طبعا السطح كان لازم يتنضف لان احنا في الصيف وما نسيبهوش فترة طويلة من غير نظافة. ادي طريقة تنظيف السطح ازاي. طبعا الله يبارك لهم يوسف ومحمد معايا، بدعيه. محمد بينظف اوضه الفراخ اللي هناك اهي. يلا يا محمد. انا طبعا عملت معاهم شويه بس خلاص هم بقى يكملوا. عملت معاهم الصاله. ايه طلعتوا ليه؟ خلص روتين نظافة السطح. وادي المطبخ خلص، وادي اوضة الفراخ نضف لهم حلو. حطينا لهم المية ونحط لهم الاكل. يلا خشوا، يلا هيخشوا بس ما ياكلوا. اخش احط البيض. يلا يلا تعال. ومحمد هيدخل الفرخة مكانها اللي راقدة. يلا 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 مكانكم. بيتك 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 بيتك. وده كان روتين تنظيف السطح، ولازم ننظف السطح كل فترة كده علشان يبقى نظيف. نحط لهم اكلهم وميتهم وكده. خلصنا تنظيف السطح. ادي تنظيف، ادي روتين بنعمله على طول عندنا. خش المقشه يا محمد. ادي السطح اهوت ونضف. يوسف رش شويه ميه عشان الطراوه المهشه اللي كان فيها الفراخ. خلاص ابعد انت بقى كده اهو. بيرش ميه. خلاص يا يوسف كفايه ميه كفايه يلا وكده.